ويعد يوم عرفة هو 9 أيام شهر ذي الحجة، ويبدأ يوم عرفة من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب. ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فإن يوم عرفة أو يوم عرفات يوافق يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو 2023، وفي العشر المبارك من شهر ذي الحجة، وتحديدا يوم وقفة عرفات، يستحب الدعاء لله. تعددت فضائل يوم عرفة في أنه يوم مشهور، حيث تشهد الملائكة هذا اليوم ويؤدي فيه الحجاج مناسك الحج، فتنزل بركات الله تعالى عليهم في هذا الموقف العظيم على جبل عرفات، حيث لا يتم الحج دون الوقوف فيه. دعاء يوم عرفة. قال رسول الله عن دعاء يوم عرفة: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كما جاء في دعاء يوم عرفات عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فضل صيام يوم عرفة. وقفة عرفة من السنن التي علينا الحرص عليها، فدعوة الصائم لا ترد كما جاء في السنة النبوية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه. ومن فضل يوم عرفة أنه يوم إتمام النعمة، حيث أتم الله عز وجل الدين في هذا اليوم ليتم بذلك نعمته على المسلمين، إذ قال الرسول في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافقة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوجد الكثير من الأعمال يوم عرفة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، ومنها الدعاء، الإكثار من الاستغفار، الصيام، التوبة، قراءة القرآن. من الأدعية المستجابة يوم عرفة: اللهم ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزل أن تغفر لي وترزقني، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا